عايزين ناكل تورته او جاتوه والميزانيه لا تسمح لان الخامات بقت غاليه جدا، يبقى ادخلي المطبخ واخرجي لهم في ربع ساعه بتورته البان كيك الهايله دي. بجد تحفه، هشه جدا وسريعه، ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه. تعالوا بقى اوريكم الطريقه وهقول لكم المقادير بالظبط. الكيك ده كله معمول ببيضه واحده بس. تعالى اقول لك بقى المقادير بتاعه الكميه دي بالظبط اللي انا عاملاها زي ما انتم شايفينها في الفيديو كده. هتجيبي كوبايه كبيره بتاعه العصير او كوبايه الميه دي، وهتحطي بقى تعايري بيها كل حاجه بنفس الكوبايه. في الخلاط هنضرب نص كوبايه سكر بودر، تلتين كوبايه لبن وبيضه وكيس فانيليا وكيس بيكنج باودر، ربع كوبايه زيت على سمنه او زيت بس صافي اللي انتوا عايزينه. واضرب ده كله مع بعض، ولما يتضرب كويس قوي اروح مزوده ليه الدقيق بتاعنا اللي هو كوبايه ونص دقيق ورشه ملح. بس كده، هي دي المقادير بتاعتنا. وتعمليها بقى في طاسه تيفال او طاسه جرانيت، اي طاسه غير لاصقه تعملي فيها البان كيك. وبعد كده بقى وانت لو عملتي احجام صغيره يعني البان كيك ممكن تعملي بان كيك بس وتحطي عليه اي صوص عندك، او حتى يعني شربات تقيل عادي. ممكن تحطي عسل نحل، المتاح ممكن تعملي زي ما انا عملت كده تورته كده بالبان كيك باي فواكه عندك. انا عندي فراوله، كان في واحده كيوي كده عملت بيها منظر برضو. والصوص الابيض ده الصوص الموز الجناش الشوكولاته ده نازل عندي، هتشوفوه سهل جدا وبسيط واقتصادي جدا، يعني ما فيهوش لا كريم شانتيه ولا شوكولاته اصلا. وعندي بقى الصوص الابيض ده معلقتين كبار سكر بودر، عليهم معلقه كبيره لبن بودر، وبعدين معلقتين لبن كده هنقلبهم يعملوا لنا كده معجون زي ما انتم شايفين خفيف كده كريمي. هو ده بيبقى طعمه حلو جدا مع الشوكولاته او جناش الشوكولاته الاقتصادي اللي هو من غير كريمه، من غير شوكولاته خام ولا اي حاجه. الطريقه موجوده وادخلوا على الفيديو شوفوا، هتلاقوه على صفحتي او على قناتي على اليوتيوب لو انتوا بتتفرجوا على الفيديو ده على قناه اليوتيوب. والفيديو اللي عجبكم يعني تعبيرا على انه عجبكم فعلا او استفدتوا منه، يا ريت يا جماعه ما تستخسروش فيها اللايك. مش هياخد وقت منكم ولا اي مجهود، بس بجد هيرفع الفيديو بتاعي ويخرجه لبره. شكرا قوي، سلام عليكم.